السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده باذن الله جايلكم بموديل جميل جدا سهل وبسيط من الستان ال2 سنتي. موديل خطير يا بنات وجميل جدا اللهم بارك. تمام، هنقدر نعمله بالطريقه دي، ندخل لونين مع بعض. تمام، طبعا الابيض بيمشي مع كل الالوان وبينطق الالوان جدا 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 اللهم بارك. طبعا انا عملت منه كذا لون ان شاء الله، وهنفذه معاكم بلون جديد كمان. فهو بصراحة موديل جميل جدا 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 وقيم. والفيونكة بتاعته كبيرة خالص يا بنات. تمام، ان شاء الله بإذن الله هننفذه النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، ومش مكلف خامات خالص يا بنات. تمام، هنبتدي ناخد المقاسات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا بنات الستان عرض 2 سنتي. تمام، وطول بسم الله 15 سنتي. تمام، طول 15 سنتي يا بنات. هنحتاج قطعتين طول 15 سنتي، وقطعة 7 سنتي، وقطعة 6 سنتي. تمام يا بنات، هنبتدي هنشتغل بالولاعة. تمام، هنبتدي نشيط الستان كده ونلزقه في بعض. تمام، الابيض في الالوان او على حسب انتي هتشتغلي لون واحد او يعني زي ما تشتغلي. تمام، انا حابه اشتغل لونين مع بعض. تمام يا بنات. طبعا هنا فكت. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا بنات، كده بنكونوا لزقنا الستان في بعض. تمام، هنبتدي نجيب القطعة التانية، هنتنيها 2 ونلزق الطرف بتاعها برضو. تمام، بالطريقة دي يا بنات. تمام، وهنجيب التالتة برضو. تمام، ونلزقها بالطريقة دي يا بنات. تمام، طبعا انا عاملة جزء قبل ما ابتدي معاكم. تمام، عشان مطولش عليكم في الفيديو. تمام، هنبتدي يا بنات نتني الستان كده، وهنسيب 1.5 سنتي فوق. واحد ونص سنتي. تمام يا بنات، بتمنى يكون واضح معاكم. هنبتدي نجيب كليبس ونمسكه بالطريقة دي يا بنات. تمام، تمام، وهنبتدي نشتغل على الزاوية كده يا بنات. تمام، جبنا الطرف ده هنا على الزاوية معانا بالطريقة دي يا بنات. تمام، تمام يا بنات، بالطريقة دي معانا. هنبتدي نجيب الجزء التاني من تحته بالطريقة دي يا بنات. تمام، بتمنى تكون واضحة معاكم اهي يا بنات. هنبتدي ناخدها من تحت الطبقة الأولى. تمام، بالطريقة دي. تمام يا بنات اهي. تمام، هنبتدي نمسكها بالكليبس. ده الظهر بتاعها يا بنات. تمام اهو. تمام يا بنات، بتمنى تكون واضحة معاكم. هنبتدي نجيب القطعة دي. تمام، ونحطها هنا. تمام، بالطريقة دي. شايفين يا بنات، انا عايزاها سنة صغيرة خالص. تمام، حوالي نص سنتي، حوالي نص سنتي يا بنات. تمام، وهنجيب كليبس تاني نمسك بيه. تمام، وهنجيب القطعة دي. تمام، نحطها في المنتصف بالطريقة دي. هنسيب نص سنتي تحت ونص سنتي فوق. اهم حاجة ان هي تكون زي التانية. تمام يا بنات، مظبوطين قصاد بعض بالطريقة دي. تمام،
تمام. هنبتدي نجيب الخيط والإبرة والخيط والمقص بتوعنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. تمام يا بنات. هي ثواني هفك الخيط بس. 1 2 3 4 5 6 يا بنات. تمام. هنبتدي نرجع الإبرتين يا بنات عشان نثبت الخيط كويس. تمام. بالطريقة دي. طبعا في هنا جزء زيادة هنقصه ونلسعه بالولاعة. هنبتدي نقفل بالخيط يا بنات. تمام. تمام يا بنات. هنبتدي نكمل تخييط. 1 2 3 4 5 6. تمام يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنبتدي نرجع بالإبرة تاني في الستان عشان نثبت الموديل كويس معانا بالطريقة دي يا بنات. تمام. وهنبتدي نربط الخيط كويس. وبكده يا بنات نكون خيطنا الفيونكة بتاعتنا. تمام. هنبتدي برضو نخيط الفيونكة التانية. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. وهنبتدي نشيل الكليبسات ونبتدي نرجع الخيط تاني في الستان بالإبرة عشان نتأكد من التقفيل المظبوط. وبكده يا بنات نكون قفلنا
الفيونكة التالتة. طبعا يا بنات خيطت الجزء الرابع تمام، ورجعت لكم. هنجيب قطعة جوخ تمام، قطعة صغيرة خلاص يا بنات تمام، مش كتيرة مش كبيرة يعني تمام. هنبتدي نلزق الفيونكات في بعضهم بالطريقة دي يا بنات تمام. والفيونكة التانية برضو نفس الطريقة تمام يا بنات. بالطريقة دي هنبتدي نجيب الظهر. طبعا انا بحب الزقها بقطعة جوخ علشان ما تفكش بسهولة تمام، وتكون ماسكة نفسها تمام يا بنات بالطريقة دي. وهنا برضو هنبتدي نجيب قطعة جوخ بالطريقة دي برضو، ونمسكها هنا عشان تمسك لي الجزئين دول في بعض تمام يا بنات. هنبتدي نجيب الكليبسات بتاعتنا بسم الله. طبعا الكليبسات يا بنات كليبسات 4 سنتي تمام، كل الموديلات كليبسات 4 سنتي تمام بالطريقة دي كده. طبعا واكتشفت ان انا ركبته بالمشقلب ليه بقى، لان الفيونكة الابيض فوق تمام، فكانت هتبقى تحت كده مظبوط يا بنات تمام. تمام يا بنات، نعرف ازاي ان هي صح او غلط. التكتاك يكون على الايد اليمين بالطريقة دي تمام كده مظبوطة. تكتاك على الايد اليمين كده كارتك مظبوط، شغلك مظبوط تمام. هنبتدي نجيب قطع للتقفيل. طبعا مش هقص يا بنات تمام، هشتغل من البكرة على طول. هنبتدي نجيب الولاعة شوية الستان تمام، وهنبتدي نحطه بالطريقة دي. طبعا هي بتاخد اقل من 6 سنتي يا بنات، عشان كده انا مرضتش اقصها تمام. ممكن تاخد حوالي 5 سنتي او 4 سنتي ونص. انا ما بقتش يعني معظم الموديلات دلوقتي بشتغل كده نظريا تمام، ما يعني في التقفيل وكده ما قليل لما بقيت بستخدم المتر الحمد لله، يعني ده فضل ونعمة من ربنا. تمام يا بنات كده قفلنا الموديل بتاعنا. هنقفل الجزء التاني برضو بنفس الطريقة، الفيونكة التانية تمام. برضو هنحط نقطة شمع، وهنبتدي نحط جزء الستان بالطريقة دي تمام. هنبتدي نحط نقطة شمع في المنتصف يا بنات. طبعا موديل جميل جدا وسهل وبسيط خالص يا بنات. وكده نكون خلصنا الموديل بتاع النهارده، موديل سهل وبسيط جدا جدا. شايفين يا بنات الحلويات دي بجد موديلات العيد جميلة جدا وتحفة خالص
طبعا شكرا لكل البنات اللي بتدعمني، وبتمنى كل اللي يشوف فيديوهاتي يعمل لايك واشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.